السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى وأغلى أخوات في الدنيا. دمتم كده في رعاية الله وربنا يحفظكم ويسعدكم يا أخواتي، اللهم أمين. قولوا أمين. النهاردة بقى جايبه لكم وصفة الكبيبة الغمراوي بكل تكتاتها، بجد حرفيا من أكتر الوصفات الاقتصادية. كل الكمية اللي قدامك دي بربع كيلو من اللحمة بس، غير إن هي عمرها ما هتفك منك من النهاردة، ولا هيحصل معاكي أي مشكلة وانت بتعمليها. حلوة جدا، سهلة بسيطة موفرة، طعمها حلو قوي. يلا نخش في الوصفة على طول. بس قبل ما نخش في الوصفة، اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير لأصدقائك واخواتك وقولي لي رأيك في التعليقات. اول حاجة كده عندي هنا رز، انا طحناه نص كيلو من الرز، مغسول ومنقوع 10 دقايق، مصفياه وضرباه نص ضربة في الكبة. بحب ان انا اضربه نص ضربة كده، يعني الرز بيبقى باين ما بقاش مطحون. طيب ايه الخليط الاخضر اللي قدامنا ده؟ ده عبارة عن ربع كيلو من اللحمة، ما فيهوش اي نسبة دهون او نسبة بسيطة قوي. ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ضربتهم قوي في قلب الكبة لحد ما يطلع خيوط. بعد كده بعد ما ضربتهم كويس، احط عليهم ايه بقى؟ احط عليهم بصلاية كبيرة او بصلتين وسط، وكمان 3 فصوص من الثوم، كوباية ونص من الخضرة او كوبايتين اللي هي كزبرة، شبت، بقدونس. وكمان هحط بهارات. طيب البهارات عبارة عن ايه؟ ملح وفلفل اسود، مرق الدجاج بودر، كمان 7 بهارات، كمون، فلفل اسود. تمام. كل ده هضربه مع بعضه في قلب الكبة. وهنا بقى هبدأ ان انا احط معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، وابدأ ان انا اعجن الخليط ده كله. اسفة ان الجزء الاول من الفيديو اتحذف مني، انا بجد مش عارفة هو ازاي اتحذف. كنت جاية امنتج الفيديو، كان نفسي ان انا اوريكم المقادير كده قدامكم وانا بصورها وكل حاجة بالتفصيل، بس للأسف الشديد انا لقيت ان في فيديوهات ممسوحة من على التليفون. فحصل خير، هنزل لكم برضو المقادير في صندوق الوصف وان شاء الله هتجربوها هتعجبكم جدا. بعد ما عجنت بقى الرز بالخلطة اللي هي بتاعة اللحمة والخضرة والكلام ده، بقوم حطاها في التلاجة لمدة نص ساعة. هنا بقى جبت شوية زيت، وهبدأ ان انا دلوقتي ابطط الكبيبة. بتبقى ده الشكل المعتاد بتاعها، على شكل دواير، وبتبقى ولا سميكة ولا رفيعة، يعني نص سنتي او اقل حاجة بسيطة. ابدأ بقى ان انا اعمل كل الكمية بتاعتي. ما شاء الله الربع كيلو من اللحمة عمل لي كمية كبيرة جدا، كمية حلوة قوي قوي. تمام. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يتفضل كده، ويبقى جزاه الله كل خير، يحط اللايك وتعليق حلو. وتعالوا نشوف هنسوي القمر ده ازاي. اول حاجة كده عندي معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، وكمان هبدأ ان انا احط معلقة من الصلصة. الطماطم دي انا كنت مسوياها وجاهزة عندي في الفريزر، بحط حوالي كده معلقتين وما كترش منها. بعد ما بتسيح معايا محضرة عندي شوربة، لو ما فيش شوربة حط شوية مية كده مغلية، حط عليهم مرق الدجاج وافضلي حطها يا ست الكل. لا شوربة لا مية مغلية في قلب فيها، يعني في قلبها مرق الدجاج. نسيبها بقى تغلي كده شوية، وبعد ما تغلي ازود لها بقى ايه؟ فلفل اسود، كمان ازود لها ملح لو هي محتاجة، انما لو الشوربة تمام يبقى خلاص كده. هنا بقى هبدأ ان انا احط الكبيبة الغمراوي، ابدأ ان انا ارصها كده في الحلة على شكل كده دورية، بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله اللهم بارك، طالعة كده حلوة جدا بقى، ولا فكت معايا ولا لزقت في بعضها. ما شاء الله حلوة قوي. ببدأ ان انا بقى اسيبها كده تغلي وتستوي مع نفسها، هي كده كده اصلا ما بتاخدش اي وقت خالص. شايفين القمر؟ حلوة جدا جدا، لازم تجربوها بنفس المقادير، متأكدة مليون في المية ان هي هتعجبكم جدا. تعالوا بقى اما نوريها لكم كده بعد ما خلاص استوت. شايفين؟ ولا لازقه ولا اي حاجه، وطالعه جميله جدا. لازم اتمنى من قلبي انكم فعلا تجربوها بنفس المقادير اللي انا قلت لكم عليها. حلوه وسهله وبسيطه وكمان موفره، حلوه جدا. مفيش اي حاجه وحشه فيها. لو انتوا عايزين الصوص اللي فيها يكون تقيل عادي خالص براحتكم، ما تكتروش صوص، يعني المرقه بمعنى اصح. عايزين يكون المرقة تكون تقيلة، سيبوها كده لحد ما ما تنشف شوية، او كمان ممكن ما تزودوش مرقة من الاول. تعالوا بقى كده اوريها لكم قد ايه طالعة خطيرة ومستوية وحاجة كده قمر. شايفين بجد؟
عماله اجيب لكم حتى من تحت عشان تشوفوا قد ايه ان هي متماسكه، وان هي ما فكتش معايا ومش لازقه في بعضها. بجد حلوه جدا، لازم تجربوها. شويه بقى المرقه دول في دنيا تانية وفي حته تانية. لسه في وصفات كتيرة هتنزل ان شاء الله. اتمنى تتابعوني، اتمنى تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، اتمنى من كل قلب تسيبولي تعليق حلو كده زي قلوبكم الطيبة، وكمان تعملوا شير لاصدقائكم ولاخواتكم. ان شاء الله كانت قناتي تكبر باذن الله عن طريقكم انتم، لانكم انتم اخواتي وبحبكم قد الدنيا وبحبكم في الله. هنا بقى كنت بدوقها معاكم، بجد خطيرة يا جماعة، لازم تجربوها. اتمنى من كل قلبي انكم تجربوها فعلا، لانها فعلا تستحق التجربة. استأذنكم في رعاية الله، ودمتم كده في رعاية الله وحفظه. مع الف سلامة يا اخواتي، باي باي.